الله بالخير، ونستغل الفرصة حتى نعايد الصايمين بحلول عيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بخير، يا رب تقبل الطاعات ومغفرة للذنوب، ويا رب حول حالنا من حال إلى أحسن الأحوال. وأعتقد بالبداية قلت الصايمين، يعني أي شخص فاطر بدون عذر خليه يطبق على صفحة، ولو ما شاء الله كلها محضرة الأعذار. المهم يجي العيد، يعني فدوة، لا تعيدون نفس المعايدات. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يوم زواجك سووا تحديث، جيبوا لنا جدد، وأنا أضمن لكم راح يجينا الخير. ومن تعايد ترى بوسة بوستين كلش كافي، مو تاخذ وجه ذهب وأيام. والمشكلة أكو ناس عبالك مو تبوس، تسوي حجامة، تشفط شفط، شو السالفة؟ وانت اللي مسوي نفسك دا تعايدني، عايد من صدق، مو بس تحرك شفتك وتحرك راسك يمنى يسرع عدة تبوس بيه، احكي خلى سمعك، وعلى الاقل بوس بوسه واحده صح حتى اصدقك. والبعض عود انت ليش ما تعرفني بس بالعيد؟ مسجاتك ومكالماتك وذابح روحك، ترى عادي انا متوفر بكل ايام الاسبوع وتقدر تسلم علي طبيعي. ملاحظه، المسج بالموبايل مو معناها عايدتني، ولو هسه المعايده صارت بمنشور على العام ويحسبها علي انا معايده، لا ويزعل اذا ما رد المعايده او نعلق له عليها. احب اقول لك هاي معايدتك قنع بها روحك. واهم اصناف الناس اللي بيناتهم زعل او واحد ما طايق الثاني، لا تتسالمون ولا تتعايدون اذا ما طايقين بعضكم. هنا حندخل باب النفاق، واحنا تونا طالعين من رمضان، يعني شويه زحمه. الواجب ان تصفون اي خلاف وواحد يواجه الثاني، وتستغلون العيد تصفون به الانفس، والمسامح كريم. والاحلى من هذا كله من كل شخص يعترف بغلطه حتى تمشي الامور صح، ترى الدنيا خلصانه. بالختام يا رب يهدينا ويهدي الجميع، ويهدي اللي ما قدر يصوم بعذر او بدون عذر ان يصوم رمضان الجاي ويفرح فرحه عيد الفطر المبارك ويا الصايمين. ويا رب ترجع تدخل الالفه بقلوب المسلمين، ونبتعد عن النفاق والزعل والمشاكل، ونرجع نحكي بفخر بصله الرحم. سلام.